ده قصة مباراة القمة دي طلعت وراها حكاية ورواية. القصة كلها مش قصة مباراة قمة ولا حكام أجانب ولا الكلام ده كله، القصة كلها الإطاحة بالكابتن محمود الخطيب ووقعه في جمهوره. هي دي القصة كلها. ما الراجل ده لازم يمشي، الراجل ده لازم يمشي عشان خلى الفارق 7 بطولات ما بينه وما بين المنافس في أفريقيا. الراجل ده لازم يمشي عشان كل سنة بيروح كأس العالم للأندية وياخد برونزية، وغيرنا مش عارف ياخد كأس الرابطة، فكان لازم يمشي. الراجل ده لازم يمشي عشان عمل الحلم بتاع الاستاد اللي جماهير النادي الاهلي كلها كانت بتحلم بيه، فكان لازم يمشي. الراجل ده كان لازم يمشي عشان خاطر هو اللي طرد طال عمره بره البلد، فكان لازم يمشي. الراجل ده هو اللي حل المجلس بتاع صليط اللسان وحبسه، فكان لازم يمشي. الراجل ده اللي كشفهم في اخر مؤتمر اللي كانوا بيطالبوا بيه بالحكامه بالعداله التحكيميه والظلم التحكيمي من الحكام المصريين، راح طلب لهم حكام اجانب وكشفهم. فالراجل ده كان لازم يمشي. الراجل ده اللي بقى شوكه في ظهر اتحاد الكوره والرابطه والكوره المصريه كلها، فلازم يمشي. الراجل ده اللي خلى اسم النادي الاهلي براند عالمي، فلازم يمشي. الراجل ده اللي لم حوالين منه الرعاة كلهم وخلى ميزانيه النادي الاهلي في العالي وبقى فيها فايض كمان، فلازم يمشي. الراجل ده اللي اتعمل له قانون او بيتعمل له قانون علشان خاطر ما يترشحش دورتين ويطردوه بره المجلس. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ابعتها له.